في تصريح مفاجئ وخطير جدا من أحد القيادات العسكرية للمخابرات الروسية عن الجزائر والمخطط الذي يحاكي ضدها. ولكن ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. تحدث أحد القيادة العسكرية باسم المخابرات الروسية: أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا وأوروبا يريدون الضغط على الجزائر لأنها لم تصوت لصالح إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ونسوا بأن الجزائر بحد ذاتها هي روسيا الحقيقية، وأن أمن وسلامة الجزائر من أمن وسلامة روسيا والصين، وهذا بحسب الاتفاق الاستراتيجي العسكري الأخير الذي يتطلب الدفاع المشترك عن أراضينا. ولا تستطيع أي قوى في العالم التفريق بين الجزائر وروسيا والصين مهما حدث من تكالب في الوسط السياسي العفن. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.